في حكمة قديمة بتقولك إنك عمرك ما هتحس بحلاوة النجاح إلا لما تجرب مرارة الفشل. هي الحقيقة مش بس حكمة، ده شيء بديهي من بديهيات الحياة. لحظة هدف محمد صلاح في مرمى الكونغو في تصفيات كأس العالم 2018 فرحت كل المصريين، بس حجم الفرحة هنا نسبي. حضرتك لو من مواليد الثمانينات وأوائل التسعينات فأنت فرحتك هتكون مختلفة تماما. جيل عدى بكل الأحداث ما بين زلزال 92 وأحداث سبتمبر، حرب الخليج، ثورة يناير 2011، ثورة 2013، تعويم الجنيه. جيل شاف كل حاجة إلا إنه يشوف مصر في كأس العالم. جزء كبير من الجيل ده كان فقد الأمل في الموضوع ده من الأساس. الفكرة بقى إن الفرحة بالتأهل لكأس العالم 2018 ما كانتش تتوصف. الموضوع جاي بعد شوقة يا جماعة، عشان كنا كل تصفيات نفضل ننافس لحد آخر نفس وبرضه ما نتأهلش، والأسباب كتيرة ومختلفة بقى. ومن التصفيات اللي عمري ما هنساها هي تصفيات كأس العالم 2002. تصفيات عجيبة وغير متوقعة، ومن أول ماتش في التصفيات لآخر ماتش عندك أمل وبتنافس بكل شراسة، بس للأسف ما بتقدرش تتأهل كالعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا أحمد خليفة وهنتكلم النهاردة عن مشوار منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2002. طبعا احنا كل تصفيات بنتفاجئ بنظام شكل، مرة ماتش ذهاب وعودة وبعدين مجموعة، ومرة مجموعة وبعدين ذهاب وعودة، ومرة يدخلوا معاها تصفيات بطولة أفريقيا، ومرة يفصلوها وهي ماشية. تصفيات 2002 كانت بتتلعب على مرحلتين. المرحلة الأولى متكونة من 50 منتخب، بتتعمل القرعة ويلعبوا ماتش ذهاب وعودة، والفايزين بيتأهلوا للمرحلة الثانية أو المرحلة النهائية اللي بتضم 25 منتخب متقسمين على 5 مجموعات. يصعد أول المجموعة مباشرة إلى كأس العالم. مصر وقعت في القرعة مع موريشيوس في المرحلة الأولى، وقدرت تفوز بدون أي صعوبة تذكر بمجموع المباراتين 6-2، وتأهلت للدور الحاسم في التصفيات. بعدها وزعوا الخمس منتخبات اللي صعدت آخر كأس عالم على رأس كل مجموعة: المغرب، تونس، نيجيريا، الكاميرون، جنوب أفريقيا. بالنسبة لتونس ونيجيريا والكاميرون وجنوب أفريقيا فهم تأهلوا بكل سهولة من مجموعاتهم بدون أي معاناة تذكر. يتبقى المغرب. مجموعة منتخب المغرب كانت مصر، الجزائر، المغرب، السنغال، ناميبيا. منتخب المغرب لقى نفسه في مواجهة الجزائر المتحمس جدا جدا، ومصر المتعطش للصعود بعد فوزه ببطولة كأس الأمم 98، ومواجهة فرقتين مجهولين الهوية ومحدش عارف هم هيعملوا ايه، سواء ناميبيا أو السنغال. بالنسبة لنا كمصريين بقى كنا عارفين إن المواجهات العربية مش في صالحنا خالص. انت اصلا لسه خارج من تونس في دور الثمانية في بطولة افريقيا 2000، وحتى لما كسبت بطولة 98 خسرت من المغرب 1-0 في دور المجموعات. واحدة من اصعب التصفيات اللي شفتها في حياتي. كان نظام المجموعة المتكون من 5 فرق بيحتم عليهم ان في فرقة تريح كل جولة، واول جولة مصر اللي ريحت، وبدأ الجمهور المصري يتابع اخبار المباريات اللي بتتلعب من خلال الجرايد والنشرات الاخبارية. نتائج اول جولة كانت التعادل في المباراتين: الجزائر مع السنغال في الجزائر 1-1، وناميبيا مع المغرب 0-0 في ناميبيا. كده الاربع فرق اتساووا، كل فرقه عندها نقطه. الجوله الثانيه مصر هتخرج تلاعب السنغال في دكار. الحقيقه ان مصر عملت مباراه كبيره جدا وضيعت كم فرص رهيب في الماتش ده، وفي جول اتلغى بداعي الاوفسايد، والسنغال تقريبا ما كانش ليها اي فرصه تذكر، اللهم الا تسديده من هنري كامارا من خارج المنطقه شالها نادر السيد. الماتش الثاني في المجموعه كان المغرب والجزائر في المغرب. مباراه من اجمل مباريات المجموعه. منتخب الجزائر بدأ الماتش بقوة جدا، وقدر يسجل في الشوط الأول من خلال انفراد من نص الملعب عشان يثبت إن المنتخب عنيد. لكن المغرب تقدر ترجع في النتيجة في الشوط الثاني، وقدر عبد الجليل كاماتشو يسجل هدفين عشان تخلص المباراة 2-1 للمغرب وتاخد أول 3 نقط في المجموعة. كده ترتيب المجموعة كالآتي: المغرب أول 4 نقط، السنغال تاني نقطتين، مصر تالت بنقطة، والجزائر وناميبيا رابع وخامس بنقطة برضو لكل منتخب. الجولة الثالثة بقى، وما أدراك ما الجولة الثالثة: صراع العمالقة. اللقاء المنتظر، مصر في مواجهة المغرب في استاد القاهرة. الحقيقة يعني إن الماتش ده أي حد عصره مستحيل يقدر ينساه، وينسى حالة التوتر وشدة الأعصاب والفرص الضايعة، وصوت كابتن ميمي الشربيني وهو بيقول لطارق السعيد حط يا طارق، أو صوت خبطة الكرة في العارضة من رأسية أحمد حسام ميدو بعد عرضية مثالية من محمد عمارة. مصر كانت الأفضل في كل شيء، لكن للأسف ما قدرناش نفك العقدة وتعادلنا 0-0 وسط حسرة الجمهور المصري وشكوك حول فرصة التأهل لكأس العالم. اللقاء الثاني كان الجزائر وناميبيا، وقدرت الجزائر تفوز 1-0 بجول جمال بالماضي.
وكده تفاصيل المجموعة بدأت إلى حد ما تظهر، وإن ناميبيا شكلها هتبقى حصلت المجموعة، والسنغال شكله كده فريق مقرف ومش سهل زي ما كانت معظم الناس متوقعة. ترتيب المجموعة دلوقتي كالآتي: المغرب أول بخمس نقط، وراها الجزائر تاني 4 نقط، السنغال تالت نقطتين، مصر رابع نقطتين، ناميبيا أخير بنقطة واحدة. الجولة الرابعة المغرب هتلعب على أرضها مع السنغال، والماتش الحقيقة كان مخنوق، رغم إن المغرب كان أفضل في كل شيء، لكن المغرب ما قدرتش تكسب وتفك لوغاريتمات منتخب السنغال الرخم الرزل كرويا، واللقاء انتهى بالتعادل السلبي. مصر كانت هتخرج تقابل ناميبيا اللي هي أصلا حصلت المجموعة، يعني منطقيا المباراة سهلة والفوز فيها مضمون، لكن كعادة منتخبنا في التصفيات ما قدرناش نكسب ناميبيا، لا وكمان كنا هنخسر لولا هدف ابراهيم سعيد في نهايه المباراه اللي قدر يتعادل بيه مع ناميبيا ويجيب نقطه من الماتش كانت 3 نقط فيه مضمونين اصلا. بس هنقول ايه، لو ما عملناش كده في التصفيات ما نبقاش احنا. ترتيب المجموعه دلوقتي بعد الجوله الخامسه: المغرب اول 6 نقط، السنغال تاني 3 نقط، الجزائر تالت 4 نقط، مصر خامس 3 نقط، ناميبيا اخير نقطتين. الجوله الخامسه السنغال هتستضيف ناميبيا الحصاله على ارضها، واكيد هتدوس عليها، وده بالظبط اللي حصل. السنغال كسبت 4-0 بكل سهوله. مصر بقى كانت هتستضيف الجزائر في مباراة صعبة ومعقدة، لكن الحقيقة إن مصر عملت أفضل جولة ليها في التصفيات دي، وقدرت تكسب الجزائر 5-2 على استاد القاهرة، وعملت ماتش كبير جدا والخمس أهداف أحلى من بعض. ترتيب المجموعة دلوقتي: السنغال أول ب6 نقط، المغرب تاني 6 نقط، مصر تالت 6 نقط، الجزائر رابع 4 نقط، ناميبيا أخير نقطتين. الحقيقة ناميبيا الوحيدة اللي قدرت تحافظ على ترتيبها من أول جولة لآخر جولة. مصر قدرت تتقدم في المراكز على الجزائر وتصعد للمركز الثالث، لكن للأسف هي هتريح الجولة الجاية. الجولة السادسة الجزائر كانت هتخرج تقابل السنغال في دكار، والمغرب هتستضيف ناميبيا في الدار البيضاء. السنغال فازت على الجزائر بكل سهولة 3-0، وطبعا المغرب حطت على ناميبيا وكسبت 3-0، وبالتالي ترتيب المجموعة كان كالآتي: السنغال أول 9 نقط، المغرب تاني 9 نقط، مصر تالت 6 نقط، الجزائر رابع 4 نقط، وناميبيا أخير نقطتين. الجولة السابعة المغرب كانت هتخرج تقابل الجزائر اللي بيخسر بقاله ماتشين، ومصر هتستضيف السنغال أول المجموعة. بالنسبة لمباراة المغرب والجزائر فهي انتهت 2-1 للمغرب في مباراة كانت صعبة جدا على الفرقتين، لكن قدر المنتخب المغربي ياخد ال3 نقط ويخرج الجزائر نسبيا بره المنافسة. مصر والسنغال كانت مباراة معقدة جدا، إلا إن منتخب مصر عمل مباراة كبيرة وقدر يفوز 1-0 بهدف لأحمد حسام ميدو من رأسية بعد عرضية نموذجية من محمد عمارة، أهدت ال3 نقط لمنتخب مصر وحافظت على حظوظه في التأهل. ترتيب المجموعة دلوقتي كالآتي: المغرب أول 12 نقطة، السنغال تاني 9 نقط، مصر تالت 9 نقط، الجزائر رابع 4 نقط، ناميبيا خامس نقطتين. عظيمة يا ناميبيا. الجولة الثامنة الجزائر خرجت تقابل ناميبيا ورزعتها 4-0 في ناميبيا في نتيجة منطقية عشان الفرق كان كبير بين كل فرق المجموعة وبين ناميبيا الحقيقة. المباراة الثانية كانت مباراة الحسم، مصر والمغرب في الدار البيضاء. الفرقتين محتاجين ال3 نقط، والفرقتين بينافسوا بشراسة مع السنغال. مصر ما قدامهاش حل غير الفوز أو على الأقل تقدير التعادل، ونشوف هنعمل إيه في اللي جاي. لكن للأسف بجول لمصطفى حجي كالعادة في الدقيقة 30 قدرت المغرب تفوز 1-0 على مصر في مباراة مصر كانت أفضل فيها في كل شيء جوه أرض الملعب. ترتيب المجموعة دلوقتي كالآتي: المغرب أول 15 نقطة، السنغال تاني 9 نقط، مصر تالت 9 نقط، الجزائر رابع 7 نقط، ناميبيا الأخير بنقطتين. الجولة التاسعة بقى مصر هتستضيف ناميبيا والسنغال هتستضيف المغرب. طبعا مصر وقتها كانت حست ان الموضوع بدأ يتعقد واننا في امل ننافس، بس الامل ده محتاج انك تتفوق بفرق الاهداف على السنغال والمغرب كمان، فما كانش قدامنا حل غير اننا نزنق ناميبيا على ارضنا ونعبيها باكبر قدر من الاهداف، وده بالظبط اللي حصل وكسبنا على ارضنا 8-2. ووقتها كابتن عبد الحميد بسيوني جاب اسرع هاتريك في تاريخ الكرة المصرية في خلال 4 دقايق تقريبا. المباراة الثانية كانت السنغال والمغرب في دكار، وافضل نتيجه كانت تخدم مصر هي التعادل بين الفرقتين، لكن للاسف ده طبعا ما حصلش، وقدرت السنغال تفوز 1-0 على المغرب عشان تعقد المجموعه وتقرب جدا من خطف بطاقه التاهل. ترتيب المجموعه دلوقتي كالاتي: المغرب اول ب 15 نقطه، السنغال تاني ب 12 نقطه، مصر تالت 12 نقطه، الجزائر رابع 7 نقط، ناميبيا اخير نقطتين. اي نعم المغرب اول، لكن المغرب خلاص خلص كل مبارياته،
يعني هي محتاجة إن السنغال تخسر من ناميبيا اللي هتلعبها بره أرضها، وده طبعا كان شيء مستحيل. ومصر كمان كانت مستنية أي معجزة كروية تحصل والسنغال تخسر، وكان مطلوب من مصر تكسب الجزائر في الجزائر، وده برضه شيء مش سهل في الكورة. فكرة إنك تكسب فريق من شمال أفريقيا على أرضه في حدث مهم زي تصفيات كأس العالم ده شيء صعب جدا، حتى لو كانت الجزائر وقتها فقدت كل فرصها في التأهل، لكن عمرها ما هتسيبك تكسبها على أرضها، خصوصا إنك كسبت على أرضك 5، وده كان عامل حالة احتقان شديدة بين الجمهورين. جمهور الجزائر يقول لك لا، لازم نرد اعتبارنا. جمهور مصر يقول ايه يا جماعة، ده احنا اخوات، يعني مش لازم تلعب جد قوي، يعني ما انت كده كده فقدت فرصة التأهل. لكن ده في الكورة مش بيحصل، والحقيقة انه غير مسموح اصلا انه يحصل. ولا تاريخ منتخب الجزائر ولا مكانته يسمحوا انه يسيب الماتش، ولا احنا كمصريين كنا هنبقى فرحانين بتأهل في شبهة تفويت. السنغال زنقت ناميبيا وحطت عليها 5-0 على ارضها وسط جمهورها، ومصر اتعادلت مع الجزائر 1-1 في عنابة. ورغم ان كل الناس يعني بتفتكر فرصة محمد عمار اللي ضيعها والشبكة كانت فاضية، وبتقول يا لو الجول ده كان جه كان الوضع اتغير، والصراحة انه ما كانش هيتغير قوي، لانك حتى لو كنت كسبت الجزائر 2-1 برضه السنغال كان هيتأهل، لانه وصل للنقطة 15، ومصر لو فازت كانت هتبقى 15، لكن السنغال كانت متقدمة بفارق 3 أهداف عن مصر في مجموع الأهداف، وكل اللي كان هيفرق هو ترتيب المجموعة، كنت هتبقى تاني بدل ما تبقى تالت. وانتهت المجموعة كالآتي: السنغال أول ب 15 نقطة وله بلس 12 هدف، المغرب تاني 15 نقطة وله بلس 5 أهداف، مصر تالت ب 13 نقطة وله بلس 9 أهداف، الجزائر رابع 8 نقط وله ماينس 3 أهداف، ناميبيا رابع نقطتين وماينس 23 هدف. وانتهت قصة مصر في تصفيات كأس العالم 2002، ملحمة من اللي منتخب مصر معود عليها جماهيره، يقطع نفسك في التشجيع والمتابعة طول التصفيات، ويفضل ينافس لحد آخر ثانية، وبرضه في الآخر ما بتتأهلش. وعشان كده كنت بقولك إنك لو حضرت وعاصرت منتخب مصر في التصفيات من أول تصفيات 94 لحد 2014 هتبقى فرحتك مختلفة تماما بهدف محمد صلاح في الكونغو اللي أعلن أخيرا عن تأهل المنتخب لكأس العالم. بغض النظر بقى عن بعد ما رحنا إيه حصل، عشان عارف إنك بتقول دلوقتي يعني لما رحنا عملنا إيه، بس مش مهم، أدينا شفنا المنتخب في كأس العالم أخيرا قبل ما نقابل وجه كريم. شكرا، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس.